دخل لي يلا يا شكري المريض اللي على الدور. ايه ازيك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. اتفضل قول لي ايه مشكلتك؟ ايه اللي جاب وراك ان انت تيجي عند دكتور نفسي؟ هو يا دكتور انا فاقد الشغف تماما، مش حاسس ان في سبب يخليني اعيش يا دكتور. يعني خلاص يا دكتور زهقت يا دكتور. شغف. طب ايه السبب اللي دفعك او ايه حصل في حياتك خلاك توصل للمرحله دي؟ يا دكتور وانت لو تديني 6000 جنيه اللي انا دفعتهم كشف بره انا اعتقد ان انا هبقى تمام عن كده صدقني. لا 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 ازاي تشرب ايه يا شكري؟ شكري شوف الاستاذ يشرب ايه؟ تحب تشرب ايه يا فندم؟ لا يا دكتور ما تعبش نفسك، انا مش ماليش نفس لاي حاجه، مش عايز. شايف؟ طيب قول لي بتمر باي مشاكل عائليه عاطفيه، يعني اي مشاكل اجتماعيه عامه بتحصل في حياتك؟ يا دكتور انا بمر بكل حاجه في الدنيا، ولا مش عائليه وكل حاجه يا دكتور صدقني كل حاجه. طب ايه مالك طيب؟ في يعني حاسس في ايه؟ هو انا حاسس ان المفروض في حاجات المفروض اعملها، وحاسس ان في نفس الوقت المفروض ما اعملش الحاجات دي تاني، وحاسس ان انا ممكن اعمل حاجه تانيه، وحاسس ان الحاجه دي لا انا هرجع اعمل نفس الحاجه، وحاسس ان انا مش عارف يا دكتور. انا مش عارف. انا يا دكتور خلاص مش عايز اعيش. طب ممكن سبب لكل ده؟ يعني سبب حاجه واحده حصلت عملت لك كل ده؟ والله وانا مش عندي سبب لاي حاجه من دي. هو ده هو ما اعرفش يا دكتور. طب امتى؟ طب اخر مره كنت كويس؟ يعني اخر مره ما حسيتش خالص بالشعور ده. مش فاكر اصلا انا كنت كويس يا دكتور من ساعه ما اتولدت. يعني انا مش فاكر انا عمري في يوم واحد كنت كويس حتى. بعمل معايا. بص يا دكتور انت لو تديني 6000 جنيه اللي انا دفعتهم كشف بره، انا صدقني حالتي النفسيه هترجع تاني زي ما كانت. يا عم ازاي بس يا شكري؟ قلت لك يا دكتور انا ماليش نفس الحاجه، مش عايز اشرب حاجه، انا مش عايز. طب فهمني. طب يعني فهمني اي حاجه طب ان انا اقدر اساعدك بيها. قول لي اي معلومه اي حاجه اقدر اساعدك بيها. وهفهمك ايه يا دكتور؟ انا لو فاهم انا كنت شرحت لك. انا مش فاهم حاجه، انا ما اعرفش يا دكتور. انا ما اعرفش. بص يا ابني انا لما دخلت الكليه دي كنت مستخسر مجموعي، لكن انت عارف انا بطلتها خلاص. والله مش هتطلع بره يا مريض يا حقير يا غير سوي نفسيا، يا اللي محتاج تتعالج، يا مكتئب، يا اللي ما عندكش اهل ولا اصحاب ولا حتى حد يطوف في حياتك، يا متخلف، يا اللي ما عندكش هدف في الحياه، ولا انت عارف انت واصل لايه ولا حاجه، ولا انت فين في الحياه، ولا هتروح فين، ولا عندك مستقبل. يلا اطلع بره يا شكري. انت لسه هتبص لي؟ ايه الاشكال اللي بتتحدف علينا يا شكري؟ البيرن اوت او الاحتراق الذهني، ودي حاله بتحصل لك لما بتوصل لدرجه ان انت خلاص ما بقتش قادر تشتغل، ما بقتش قادر تعيش، ما بقتش قادر تعمل اي حاجه في حياتك. خلاص انت احترقت ذهنيا ونفسيا، انت بقيت صفر زيرو. فبتبدا ان انت تلجا لدكتور نفسي او علاج نفسي عموما ان هو يحل لك مشكلتك. هل ده صح؟ هو صح ليه؟ يعني هو صح للمرحله اللي ما حدش بيوصل توب ليفل خلاص، فبالتالي خلاص ما فيش حل تاني. طيب ايه اهميه العلاج النفسي ده؟ عد معايا. بيحسن لك الصحه العقليه والنفسيه، فبالتالي بتتحسن صحتك الجسديه وبيزيد ادائك اليومي في اي شغل انت بتعمله حرفيا. بيخليك قادر انت تتعامل مع الضغوط اليوميه، وقادر انت تتعامل مع العلاقات الاجتماعيه اللي حواليك، تروح لده وامتى ما تعملش حاجه، وامتى تكمل وامتى تقف. بيحسن لك جوده الحياه، فبالتالي لما انت ادائك يزيد وصحتك تزيد، فبالتالي جوده حياتك هتزيد، نومك هيزيد، نومك هيكون مظبوط. ففي الاخر هيعمل لك حاجه اسمها التغيير، او ان انت حياتك هتتغير للاحسن اكيد. انت كنت منهار ومش قادر ان انت تكمل، فبعد ما خلاص الانهيار ده راح فبتبدا انت تبدا من جديد، فبالتالي حياتك بتتغير تماما. طب ايه هي انواع الطب النفسي؟ يعني ايه انواع الدكاتره النفسيين؟ في عندك اطفال، في عندك ادمان، في عندك الشيخوخه، في عندك الشرعي بتاع الجنايات ولو جريمه حصلت، في عندك طب نفس الثقافات،
في عندك الوراثة النفسية والأعصاب والنوم. النوم إن شاء الله هروح لواحد بتاع نوم قريب. طيب إيه هي أخلاقيات الطب النفسي؟ يعني الدكتور ده إيه أخلاقيات اللي هتكون موجودة عنده لو هو فعلا دكتور نفسي؟ أول حاجة الأمانة، يعني ما تروحش تقول له بالتالي عنده سرية. ثالث حاجة ما يكونش عنصري، يعني ما يكون هو عنصري فيتريق عليك طبعا، يعني يطلع متنمر. رابع حاجة إن هو لازم يحترم الجنس أيا كان اللي قدامه ذكر أو أنثى، لازم يحترمه. طبعا لو حاجه تانية فيطردوا بره يعني. خامس حاجه ودي مهمه جدا اللي هي العلاقه العلاجيه، دي بتبقى مبنيه على التفاهم ما بين المريض والدكتور النفسي ده. التفاهم ما بينهم يعني كل ما هيزود فعلا فرصته ان هو احسن من اول بمراحل. فالعلاقه ما بين الدكتور والمريض مهمه جدا. طيب ايه بقى اللي انت تعمله عشان ما توصلش نفسك لمرحله البرن اوت دي، وان انت تروح اصلا لدكتور نفسي من الاساس؟ اول واهم حاجه ان انت تاخد راحه في شغلك ايا كان نوع شغلك. تاخد كل فتره راحه، ما يبقاش حياتك كلها شغل. هي يعني احنا جايين نشتغل وكل حاجه، بس مش حياتك كلها تبقى شغل. لازم كل فتره بيبقى فيه فتره راحه ايا كان المجال اللي انت كنت فيه. لو انت بص مطلوب منك شغل 24 ساعة في اليوم لازم كلامي. تاني حاجة وهي النظام الروتيني، لازم النظام الروتيني بتاعك تغيره شوية. مثلا انت كل يوم بتصحى من النوم تمسك موبايلك مثلا تتصفح مش عارف ايه، فحياتك بقت روتينية ومملة ومعتمدة على اللهو. فلازم تغيرها، ان انت بدل ما هتصحى تمسك الموبايل، انت مثلا هتصحى تاخد دش ساقع او هتصحى تجري شوية او هتعمل 20 ضغط ايا كان. المهم ان انت هتغير شوية في الروتين بتاعك اليومي. وبعد تغير البيئة بتاعتك، بمعنى ان لو الناس اللي حواليك مش مقدراك ولا اي حاجة فخلاص غيرهم، ما عدا اهلك طبعا. اخر حاجة ودي الاهم، ان انت تفكر بايجابية. بمعنى دلوقتي انت كنت شغال شغل معين وفشلت فيه فاتضغطت فاكتئبت فما بقيتش قادر خلاص. فتبقى عارف حاجة واحدة بس، ان انت ايا كان اللي انت بتعمله في الحياة فانت في الاخر دي كلها هنموت. فخلاص في الاخر هيبقى في حياة تانية وبتاع واخرة وكل الكلام ده. فليه ايه اللي يزعلك؟ خلاص يا عم خلاص، ما انت كده انت جاي تحت. احنا جينا الكرة الارضية اهو، جايين نعيش نجرب نمشي نموت نقوي علاقتنا بربنا، فبالتالي هيكون في حياة كويسة ليك في الاخر بس كويس. فبس فكر اللي في الدنيا يعني. وبس ده كان الفيديو النهارده. ما تنساش لو عجبك تعمل لايك وتشترك تحت في القناة وتقول لي رأيك عن الموضوع ده وعن الفيديو. ولو عايز نوع معين فيديو اعمله الفترة الجاية قول لي، تنزل اكتبه لي تحت وهيعمله ان شاء الله. وان شاء الله هيكون في فيديو جديد كل يوم حد، كل حد فيديو جديد ان شاء الله. يعني ان شاء الله ممكن اليوم ده يتغير في المستقبل، بس هو الفترة الحالية دي هيبقى كل ان شاء الله فيديو كل حد. فالفيديو ده مش هينزل يوم الحد، هو هينزل بدل يوم الحد اللي هو المفروض اللي جاي. الحد اللي بعده بقى هيكون في فيديو، واللي غيرت اليوم برضه هعرفكم. وبس يا معلم، سلام.